جربت قبل كده تدخل جوه علبة الآيس كريم؟ جربت تتمشى وسط روائح وألوان مختلفة من نكهات الجيلاتي اللذيذة؟ طيب هتصدق لو قلنالك إنك دلوقتي تقدر تعيش جوه أجمل مدينة آيس كريم في العالم؟ جاهزين تعرفوا سر حلقتنا؟ تابعونا. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. ميوزيوم اوف آيس كريم، متحف الآيس كريم في أمريكا، تم افتتاح واحد من أجمل الأماكن الترفيهية في السنوات الأخيرة جوه شوارع نيويورك، تحديداً في شارع برودواي. المكان بيعتبر وجهة ترفيهية لكل محبي الآيس كريم بالنكهات اللذيذة المختلفة، وهو مكان مثالي للأطفال والكبار، فبيكون عبارة عن منفذ متوسع لبيع الآيس كريم بنكهاته العالمية المتنوعة. وهو متحف مكون من 3 طوابق مختلفة بيضم أنشطة وألعاب ترفيهية وحلويات مختلفة مصنوعة من الآيس كريم اللذيذ. تقدر تاكل منها كل اللي انت عايزه من غير ما تدفع أي رسوم إضافية، فكفاية إن يكون معاك تذكرة للدخول وبس. أول ما هتدخل المتحف هتلاقي دولاب للهدايا التذكارية بيشمل مجموعة من الهدايا المختلفة بألوان ولوجوهات كلها بأشكال الآيس كريم الشهية. بعد كده هيقوم مرشد بشوش من المكان باستقبالك والترحيب بيك، وهيبدأ يشرح لك غرف المتحف مكونة من إيه. هيصطحبك المرشد المرح لأول غرفة في المتحف، وهي غرفة باب جرار لونه زهري. أول ما هتدخل الغرفة هتلاقي جواها ترابيزة طويلة عليها مختلف أنواع الحلويات الشهية اللي هتشدك بريحتها أول ما تفتح الباب. الغرفة كلها مزينة بالبلالين، والحوائط بتكون باللون الزهري اللي هيحسسك إنك جوه عالم مذهل من الحلوى اللذيذة. بعد كده هتتنقل للغرفة التانية، واللي بتكون عبارة عن غرفة بيغلب عليها اللون البينك. ممر الغرفة عبارة عن أشكال هلالية متداخلة مع بعض. الغرفة بتاخدك لجولة من الخيال العلمي المعتمد على المؤثرات البصرية. هتتفاجئ أول ما تفتحها بفيوهات غريبة، على سبيل المثال باب النار اللي هتتفاجئ أول ما تفتحه بنيران مشتعلة هتظهر لك بجودة 3D، وباب مطل على السحاب وفي دمية على شكل بنت بتتمرجح وهي متشعلقة فوق السحاب. أما الغرفة الثالثة عبارة عن سبرينكلز روم، بتنتشر فيها حلوى السبرينكلز الملونة اللي بتظهر في حمام سباحة صغير مليان بالحلويات اللي بتستخدم في تزيين الآيس كريم. هتقدر فيه تحقق حلم الطفولة وتعوم جوه بحر مميز من الحلوى اللذيذة. بعد كده هتتنقل لغرفة القطار اللي بتكون عبارة عن غرفة باللون الزهري مصممة على شكل قطار. هتحس وانت جواه انك بتتحرك جوه مدينة نيويورك، وهتلاقي مكتوب جوه العربية نيويورك سيتي. وبعد ما تخلص جولتك داخل الغرف اللي قلنالك عليها هتنتقل لغرفة من نوع مختلف، البنانا روم، ودي غرفة فيها عشرات من ثمرات الموز المعلقة بخيوط. الغرفة كلها ريحتها موز، والحوائط مطلية بلونين زهري وأصفر. هتعيش في الغرفة جو مميز من المرح، وهتلعب وتقدر تاخد فيها أجمل الصور السيلفي. ومن البنانا روم هنروح للجيمنج روم، واللي هتكون مليانة ألعاب على أشكال لذيذة من الآيس كريم والحلويات وغيرهم كتير من الألعاب اللي هتبهرك واللي هتخليك تطلع فيها كل طاقتك، وهتتمنى الوقت ما يعديش وانت جوه متحف الآيس كريم. بعد ما خدناكم في جولة جوه متحف الآيس كريم اللذيذ، قولوا لنا في الكومنتات عجبكم المكان ولا لأ؟ ومن هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية.